من برنامج فاسألوا أهل الذكر ومع قناة السلام الفضائية. يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم مجددا في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك. نستضيف فضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. المشاهدون المشاهدات الكرام، ومن برامجنا التي نسعى من خلالها إلى ما يحقق الأخوة الإيمانية والمعاني التي حث عليها ديننا. في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى سوف يكون الحديث حول أمر هام يوطد الأخوة ويحقق المحبة، إنه موضوع المحبة في الله. هذه المحبة المبنية وهي مبنية على أساس متين، ألا وهي أسمى أنواع المحبة في الله عز وجل، التي ترتكز على الإيمان وعلى التقوى، ولا ترتكز وتقوم على المصالح أو الأمور الدنيوية. ومن هنا فإن المحبة بين الاثنين أو أكثر تكون قوية صلبة، لا تكون حقيقة ضعيفة مقصدها شيء من أمر الدنيا. حول موضوع المتحابون في الله إن شاء الله تعالى يكون اللقاء في معرفة هذا الموضوع الطيب الشيق بإذن الله، حتى يكون ذلك الموضوع بإذن الله مما يحقق اللحمة ويحقق المقاصد السامية لديننا الحنيف. فضيلة الشيخ، في بداية اللقاء لعله من المفيد أن نعرف المشاهدين الكرام ما هي هذه المحبة وما حدودها وكيف يمكن أن تكون. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ويقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن خلال هاتين الآيتين أريد فقط أن أدخل إلى معنى مهم جدا، وهو معنى الحب. الحب من المعاني القلبية التي يشعر بها كل إنسان، وأحيانا حتى يصعب عليك أن تقول والله تعريفها هكذا. كل إنسان يكاد يعرف ما هو الكره وما هو البغض وما هو الحب. فالحب إذا أردنا أن نعرفه هو خلاف الكره. الكره والحب متناقضان متعارضان. والحب أمر يؤدي إلى الجاذبية نحو إنسان ما، ويؤدي إلى إرادة الخير له كمظهر من المظاهر، ولكن هو عمل من أعمال القلوب أو أشياء معنوية ليست من الأشياء المادية، لكن الماديات تظهر بعد ذلك في الآثار وفي المظاهر. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يحب، فالله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين، وفي نفس الوقت أيضا يبغض الكافرين ويكره الكافرين. وهنا نلاحظ أن صفة الحب التي هي لله تبارك وتعالى لا بد أن نثبت هذه الصفة بما يليق بالله تبارك وتعالى. كما بقية الصفات، فالله تبارك وتعالى عندما نقول بأنه يتصف بالحب، فالله عز وجل منزه عن أي شكل مما يمكن أن يشابه أفعال المخلوقين. ولكن كما نقول في بقية الصفات أن لله عز وجل صفات تليق به وذات تليق به سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثلا نلاحظ أن الحب بالنسبة للمخلوقين في إطار الفروق الأساسية، مثلا حب الله سبحانه وتعالى هو حب خالق لمخلوقيه، حب خالق لمخلوقه، وحب رب لمربوبيه. كما أنه يرحمهم ويرزقهم وكذا، أيضا يحبهم، أو يحب منه الصالحين، يحب منه الخيرين، وهكذا. لكن لما تأتي إلى موضوع الحب بالنسبة للمخلوقات، ستلاحظ بأن هذا الحب إما أن تكون دوافعه ذات طابع معنوي، وإما أن تكون دوافعه ذات طابع مادي. فمثلا من الناس من يحب صاحب المال، ومن الناس من يحب صاحبة الجمال، ومن الناس من يحب صاحبة الحسب، ومن الناس من يحب ولده، ومن الناس من يحب والده، ومن الناس من يحب زوجه، وهكذا. في هذه كلها لو تلاحظ في سياقات مادية وفي سياقات معنوية.
الحب الذي نتكلم عنه هنا، الحب في الله على وجه التحديد، هو منطلقه جانب إيماني. المنطلق الأساسي فيه لا تحب هذا الشخص للونه ولا لنسبه ولا لحسبه ولا لانتفاعك منه، نعم. ولا كذلك تكرهه وتبغضه لأنه والله ما استفدت منه شيء. فهنا تلاحظ مركزية الحب في الله على وجه التحديد هو فرع عن حب الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله يتأسس على محبة الله، هذا الأصل. الإيمان بالله يتأسس على أن الإنسان عندما يدرك أن له خالق وله رازق وأن له رب وأن له كذا ويلتجئ إليه يحبه، فأنت تحب الله، مش كده؟ هذه المسألة في مسألة الحب في الله مركزيتها الحب في الله تبارك وتعالى. فهذه الأول لا بد من أن نلتفت إليها وننتبه إليها بشكل أساسي. كيف؟ لأنه ستأتينا قضية كيف سأميز إن والله هذا لله أم لغير الله. فالحب في الله منطلقه حب الله عز وجل، ثم يتفرع بعد ذلك الحب في الله. فأنت ابتداء تحب الله وتحب رسالة الله وتحب دين الله وتحب رسول الله، هذا أصل الحب. هذا أصل إيه؟ أصل الحب. يجب هذه المرتبة الأولى لا تزاحم، فنحب الله حب عبادة وتقديس. لا يمكن لأحدنا أن يحب غير الله حب عبادة، اللي يكون فيها الخضوع والتذلل المطلق، ويكون فيها الكمال المطلق في الحب، ويكون فيها التقديس المطلق، ويكون فيها عدم الرد. لاحظت؟ هذا النوع من الحب لا يمنح إلا لله. وضحت هذه الجزئية. الجزئية الثانية الحب في المستوى الثاني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حب اتباع وقدوة وأسوة، وحب نابع أيضا من الحب في الله لأنه هو الذي نقل إلينا رسالة الله سبحانه وتعالى. فهنا أيضا مستوى من المستوى. وهنا لا نحاول أيضا، من المهم جدا أن نفرق بين حبنا لله الذي هو حب عبادة وحبنا لرسول الله الذي هو حب اتباع وقدوة وأسوة. جميل. وللأسف الشديد طبعا بعض الناس يكاد كأنما يرى والله عندما نفرق هذا النوع من التفريق كأنما ننقص من مقام رسول. لا، مقام رسول الله ليس مقام ربوبية ولا ألوهية ولا، إنما هو مقام رسالة. لاحظت؟ ولذلك أفضل ما يخاطب به رسول الله في القرآن الكريم أنه عبد لله. هذه المسألة ربما شطح فيها النصارى لما أحبوا عيسى عليه السلام فرفعوه إلى مقامه مقام الألوهية، بل جعلوه جزءا من الإله. ظل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته يحذر من أن نذهب بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام أن نضعه كما وضع النصارى عيسى مع الله. فنحن نفرق بالنسبة للمسلمين الصورة واضحة. فحبهم لله حب عبادة، وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب اتباع ورسالة. ثم الحب المستوى الثالث وهو الذي نتكلم، الحب في المستوى هذا أيضا الحب في حتى الأول اللي هو حبنا لرسول الله هو حب في الله. جميل. لكن الذي يليه هو حبنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وهو حب الإخاء. الأول حب العبادة، والثاني حب الرسالة والاتباع، والثالث حب الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. فهنا تلاحظ أن دوران الأمر كله هنا، لاحظ ما في قرابة، ما في نسب، ما في حسب، ما في مصلحة، بقدر ما هذا الشخص دون أن تعرفه، مجرد أن تعلم أنه يؤمن بالله ورسوله ويؤمن برسالة النبي، لك تجاهه حب. هذا الحب سبحان الله ينتج هكذا، هو حب الموالاة بين أهل الإيمان، موالاة بين أهل الإيمان. ففي هذه التراتبية يجب أن لا يكون هنالك خلط. من خرج عن ذلك ليس هو الله ولا هو رسول الله ولا هو من أهل الإيمان، فهنا ستلاحظ ينتقل إلى مستويات أخرى. إما أنك يمكن أن تحبه حبا طبيعيا فطريا، وإما أنك تبغضه وتكرهه. الذين يمكن أن تحبهم قد تحب ولدك، وقد تحب زوجتك، وقد تحب صاحبك، وقد تحب أقربائك، وقد تحب قومك، وقد تحب بني وطنك. هذه كلها من أنواع الحب الجائز، وهو حب طبيعي. هنا لا ثواب فيه ولا عقاب، مسألة طبيعية. لكن لاحظ في أبنائك قد يكون أحدهم مطيع والآخر عاصي،
فتزداد محبتك لصاحب الطاعة ويكون لصاحب المعصية نوع من البغض والكره للمعصية وليس لذاته. لاحظت؟ حتى في المرأة قد تتزوج أنت امرأة أحببتها وهي نصرانية ليست مسلمة، فتبغض ما فيها من كفر وعقيدة فاسدة وعدم إيمان لكنك تحبها الحب الفطري أنها زوجة. لاحظ، هنا لا تحبها في الله، حتى أنت تحبها فقط لأنها والله بالنسبة لك إيه؟ زوجة، وهذا حب طبيعي. أيضا بنفس الطريقة قد يكون لك ابن كافر وينال منك حب، وبل تتألم لألمه وتتأذى لأذاه. فهذا نوح عليه السلام عندما كان خلاص أراد أن يركب إلى السفينة وابنه رافض لذلك، قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت، عندما قال له اركب معنا ولا تكن من الكافرين، فكان هنالك شفقة، لاحظت، هنالك محبة له أن ينجو، طريقة طبيعية. نعم. هنا نوح لم يكن يجهل أن ابنه ليس من دينه وليس من ملته، ولكنه راهن على وعد الله بالإنقاذ له أن والله أهله سيركبون. فهنا لاحظ نفرق ما بينه بالذات ما دمنا نتكلم المتحابون في الله. الدائرة التي يدور فيها هذا الحديث اليوم هي الدائرة الله، رسول الله، أهل الإسلام، أهل الحق، أهل الرسالة المحمدية، هؤلاء نحبهم في الله. الدائرة الوسطى تجمعنا معهم قضايا فطرية، حتى كافرين مسالمين ليسوا أهل حرب، بالنسبة لمن يحاربوننا لا مجال لأن نحبهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المحاددون لله، محاددون لرسول الله، المحاربون لأهل الإسلام حظهم البغضاء والكراهية، وأن تبدو هذه الكراهية والبغضاء، لأن إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فقد تبدو العداوة والبغضاء لمن حاربنا، لمن عادانا، لمن جاهر بإخراجنا من ديارنا، هؤلاء حظهم البغض. فلا يمكن لشخص مسلم يقول والله أنا أحب المحاربين، أحب اليهود الذين يغتصبون الأرض، أحب الأنظمة الطاغوتية التي تفعل في المسلمين الأفعال، هذا لا يمكن أن يفعله مسلم. لكن يمكن شخص يقول لك والله أحب جاري لأنه حسن الخلق، أحبه لأنه طيب، أحبه لأنه ليس معاديا لله ورسوله ومجاهر بهذه العداوة من خلال عداوته للإسلام وحربه والصد عن سبيل الله. لا، هو كافر وحسابه على الله سبحانه وتعالى، ولكنه في إطار ديار الإسلام تجده يتعامل معنا بالمسالمة. فهؤلاء الذين قال الله لنا أن نبرهم ونقسط إليهم وكذا، أما الذين حادوا الله ورسوله وحاربوا الإسلام هؤلاء حظهم البغضاء. فإذا هذه باختصار الضابط الأساسي لما نتكلم عنه اليوم في قضية الحب في الله، دورانه حول أن يكون. وفي هذا حقيقة العديد من النصوص التي وردت في أنه الإنسان عليه أن يحب الله، يحب رسول الله، يحب ما يحبه الله، يبغض ما يبغضه الله. من هذا الباب. جميل. لعله كما استهللتم بارك الله فيكم بهذا التقسيم وهذا التوضيح والبيان الحاجة قائمة لأن حقيقة نقف بعد الوقفات مع نصوص هدي القرآن الكريم والسنة النبوية، وخاصة هذا الأمر حقيقة فضيلة الشيخ يعني نعلم أنه بتحققه كيف النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الأول يعني صنعوا يعني كل العلائق تكاد تكون بعيدة كانت، وإنما المحبة في الله تحققت. فمع اختلاف الأعراق، مع اختلاف ربما الألوان، وهذا حبشي وهذا قرشي وهذا فارسي، كيف يعني تمثلوا نصوص حقيقة الكتاب والسنة، فكانوا حقيقة يعني نموذج حقق الله بهم نصر الإسلام والمسلمين. طبعا هنا يستحضرني مقولات سيد قطب عليه رحمة الله عندما قال بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنون لهم بمقولة جيل قرآني فريد. يا سلام. فالصحابة جيل قرآني تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من الجاهلية بكليتها ودخل في الإسلام بكليته.
يا سلام. هذا طبعا الفارق الأساسي أو الفارق الجوهري. وقد وصفوا في كتاب الله ووصفوا حتى في الرسالات السابقة بهذا الوصف، يا سلام. عندما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار يا سلام. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا الوصف اللي هم وصف رحماء بينهم. وطبعا صفة الرحمة، أن يكون هنالك رحمة بين أهل الإيمان، من أعظم مقصدي الشريعة. يعني لو قلنا والله ما هي المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية، ستلاحظ بأن أمامنا مقصدين. المقصد الأول عبادة الله، ويندرج فيه كل حقوق الله سبحانه. المقصد الثاني الرحمة بالخلق. هذه لو جينا في القرآن كله الغايتين العظميين: وما أرسلناك إلا رحمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن عندنا ميزانين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية دائما لما كان يتكلم عن أهل السنة الجماعة والطائفة المنصورة كان يقول: هم أعرف بالحق وأرحم بالخلق. أعرف بالحق اللي هو جل جلاله، أعرف بالله عز وجل، وأرحم بخلق الله. فعندما يلتقي أهل الإسلام على لا إله إلا الله ويلتقون على هذه الرسالة تنشأ بينهم المودة الخاصة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فتنشأ محبة وتنشأ موالاة. وطبعا هنالك قاعدة معروفة حتى إنسانيا أن الإنسان يميل لشبيهه، كل إنسان يميل لشبيهه لمثيله. فأنت عندما يتلاقى أهل الإيمان يجدون أنفسهم متقاربين، فتنشأ ما يعرف بالولاء الخاص، وتنشأ الأخوة الخاصة، تنتقل من دائرة الأخوة النسبية إلى دائرة الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة. فانتقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدائرة، فظلت علاقاتهم قائمة على المحبة في الله وعلى الأخوة في الله. تترتب على هذه عندما نقول محبة الإنسان لأخيه الإنسان ستكون فيها النصرة، ستكون فيها الإرادة الخيرة، ستكون فيها المواساة، سيكون فيها الزيارات، سيكون فيها البذل، سيكون فيها العطاء، حتى التطليق بعدهم يعني بلا شك يعني وصلوا ليصل إلى هذا المستوى. نعم. فظل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى مستوى من التجرد عن ذواتهم وعن مادياتهم إلى أنهم صاروا يدورون مع إيه؟ مع الدوران، كما قال مالك بن النبي: الدوران في فلك الأفكار. يقول الأمم الحية والأمم الفاعلة في دائرة الحياة الحقيقية، يقول تدور مع منظور الأفكار والعقائد والقيم. فتجد مثلا أهل الإسلام يدورون مع مفهوم الإيمان، مفهوم الخير، مفهوم الحق، مفهوم العدل، مفهوم النصرة، مفهوم الجهاد، مفهوم الأمر بالمعروف. هذه دورانهم، تجدهم يناقشون في هذه القضايا، يدورون معها، قيمهم هذه. فيقول إذا مرض هذا المجتمع انتقل إلى دوائر الأشخاص: قبيلتي وقبيلتك، وإقليمك وإقليمي، وقطري وقطرك، وطني وطنك، فريقي وفريقك، وظيفتي وظيفتك. هنا ندور في دوائر الأشخاص. عندما يموت المجتمع والعياذ بالله ينتقل من دائرة المرض إلى دائرة الموت. يقول يدور في فلك الأشياء: الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ثم قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم. يا سلام. بنفس الطريقة الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا الله سبحانه وتعالى أيضا وضع لنا المساحات التي يتوزع فيها الحب، حب الآباء، حب الأبناء، هو كله حب مشروع. لاحظا، وهنا في نقطة مهمة جدا لا بد أيضا أن ألفت إليها: هنالك قضايا الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيها مثنوية أو حالة تقسيم في القلب. نعم. القلب في قضية الحب يحتمل أكثر من حالة، فيحتمل حب الله، وما قال لك لا تحب غيري، لكن قال لك يجب حبي أن يكون فوق كل حب. سبحان الله. لاحظ هذه الثمانية محبوبة صح؟ أكيد. ومزينة. زينت هناك وحبت هنا، مش كده؟ فالإنسان يحب الأموال ويحب الذرية ويحب التجارة ويحب أقربائه
ويحب زوجته، مش كده؟ هذه كلها أشياء. الضابط في هذا الحب، مم. وهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم انضبطوا فيه، ألا يعلو حب الله ورسوله على أي نوع من أنواع الحب. الأنواع الحب المسموح به، يا سلام. وليس الحب الممنوع. في أنواع من الحب ممنوعة، أن تحب الآلهة الأخرى، وأن هذه كلها محرمات، بل شرك بالله طبعا. لكن حتى في المسنوح قال لك وكيف أعرف؟ هنا ستأتي القضية عندما يكون الإنسان أمامه خياران، إما أن تطيع الله أو تعصي الله. إذا كنت تحب الله أكثر من الزوج فلا تطيع الزوج فيما يخالف أمر الله. إذا كنت تحب الحاكم يجب ألا تطيعه فيما يخالف أمر الله ورسوله، وهكذا. فإذا جعلت أمر الله ورسوله هو الأمر الأعظم والمعظم عندك ومقدم على كل شيء، هنا أنت حققت محبة الله فوق بقية لا، أحيانا إنسان يهزم أمام أنواع الحب الأخرى، فتجد بعض الناس والعياذ بالله يميل مع قومه ولو كانوا ظلمة، يذهب إلى المحاكم ليشهد لهم بالبطلان وهو يدرك أنهم على غير حق. هذا مباشرة نزل من دائرة أن يكون الله ورسول أحب إليه إلى دائرة أخرى والعياذ بالله. وهنا توعده الله وسماه الله فاسق، الذي يكون حب الله دون حب القبيلة أو دون حب الابن أو دون حب الولد أو دون حب الأخ والله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالصحابة باختصار رضوان الله عليهم جاءت إليهم النصوص بأن والله موضوع الإيمان بالله يوجب محبة الله، يوجب محبة رسول الله، يوجب محبة المؤمنين. هذه المحبة توجب النصرة، توجب التأييد، توجب التفقد، توجب التزاور، توجب البذل، أشياء كثيرة جدا توجبها محبة. فالصحابة عاشوا هذه الحالة، ولذلك سمعوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، يقول وجبت، أو أحيانا في بعض الروايات حقت محبتي للمتحابين فيه. يا سلام. مش كده؟ المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتباذلين فيه، يعني أنهم متحابين ومتآخين ومتزاورين، مش كده؟ ومتباذلين، يعني يبذلون لبعضهم البعض، يحبون بعضهم البعض، يتزاورون فيما بينهم. فالصحابة رضوان الله عاشوا هذه الحالة، عاشوها وطبقوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو القدوة والأسوة في كل ذلك. طبعا تربوا على يديه، الوحي ينزل عليهم، يرون رسول الله ماذا يفعل، فهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأنه والله يوم القيامة يستظل الناس بظل الله تبارك وتعالى، أصناف منهم رجلان تحابا في الله، فيسمعون بأن والله الذين يتحابون في الله تبارك وتعالى يظلهم الله تبارك وتعالى بظله. أيضا يكونون قريبا من الله سبحانه وتعالى، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه النصوص لما تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا طبيعة الحقوق المترتبة لهذا المسلم، ظلوا يلتزمون بها، ففازوا بالمقامات السامية والمقامات الرفيعة، لأن الله تبارك وتعالى وصفهم عموما بهذا الوصف، وهو أنهم أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم. يا سلام، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ على يعني هذا الوصف الجميل وهذه الحالة التي حقيقة حالة راقية، يعني عاشها الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن حقيقة فضيلة الشيخ نستلهم يعني هذه الحقبة وتلك الفترة، حقيقة الفترة اللي تعتبر فترة نموذجية، يعني هي بالنسبة لنا شيء الناس مفترض أن يعني يسعوا إليه. والحقيقة نحن نعيش يعني في مجتمعنا، ونحن ينبغي أن ينعكس هذا الخير الذي نراه في المجتمع، في شبابنا، في شيوخنا، في كافة حقيقة قطاعات المجتمع. ولا شك أن المجتمع يعني فيه القوميات والاختلافات، وشبابه أريد له حقيقة أن يكونوا شباب لاهي، شباب متناحر، شباب عنده عرقيات يعني تغذيها أيادي خفية وأيادي ظاهرة. واليوم الأمة كأنها تريد حقيقة أن تعيش يعني حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كنا فيه وجدنا فيه حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة وهذه اللحمة التي نرى بوارقها اليوم، كيف نوجه شبابنا حتى يكونوا حقيقة شيء عظيم يجمعهم ولا يلتفتوا إلى أواسر أخرى
لا تزاحم المحبة الأساسية، لكن كما تفضلتم تودع في مكانها الطبيعي. بارك الله فيك. الله يجزيك الله. والمشكلة أولا خلينا نقول بأن هذا الجيل نعم. يعني حقيقة جيل يتعرض لتجريف عقائدي، تجريف هوياتي، تجريف قيمي، نعم. بحيث أحيانا تجد أن مساحة الدين في التفكير قد تتراجع كثيرا. هذه إشكالية كبيرة يعني. وأنت تتكلم عن الحب في الله لابد أن يكون الدين أولا، مش كده؟ حاضر. إذا الدين ما موجود وليس هو المنطلق وليس هو المصدر الذي تتلقى عنه، طبيعي جدا أن تتقدم أشياء أخرى. نحن في ظل المادية الطاغية اليوم ارتبطنا بماديات غير دينية. فمثلا أحسن شخص في الحالة الوطنية من يصف نفسه بأنه شخص وطني، يقول لك أنا شخص إيه؟ وطني. ماذا تعني عندك الوطني؟ بمعنى أن يرتبط بوطن وأن يوالي هذا الوطن ومن هم تحت مظلة هذا الوطن بكل ما فيه. هذه الشخصية لو نظرت إليها في حقيقته شخصية عنصرية، بالرغم من أنه هو يتصور نفسه ما عنصري. ليش؟ لأنه أعلى ما وضعناه في قيمنا هو الوطنية. طيب إيش رأيك والله يا أخي أخرج من الحالة الوطنية لتكون حالة إقليمية في الإقليم؟ مثلا أنا لو قلت والله أنا ابن القرن الأفريقي مثلا، ما هي إيش الإشكال يعني؟ هل والله هذا الحب قاصر على الحد الذي وضعه الإيطاليون والبريطانيون؟ ممكن أوسع شوي، مش كده؟ ممكن توسع. طيب ما رأيك لو وسعت أكثر؟ ليش ما أكون حالة أفريقية؟ لا زلت أنا في دوائر إيش الآن؟ دوائر مادية. دوائر مادية، أحسنت. تحكمني. فبعض الناس تجد إنه والله أنا وطني، يرتقي شو يقول لك أنا شخصية قومية. إيش معنى قومي؟ يقول لك أنا قومي عروبي. فمشي إلى دائرة إنه والله انتقل إلى دائرة 400 مليون عربي، اتسع شوية على كل من الحالة القطرية، لكن ظل أناني وظل عنصري بهذا الاعتبار أنه هو في النهاية يوالي قومه. طيب ما في إشكال لو أن والله الحالة هذه فقط هي الحالة الفطرية، إنه أنا والله قومي عرب وأحب لهم الخير وكذا، دون أن أعادي الآخرين، دون أن يتكلس عندي الحب في هذا الإطار. الإسلام يقول لك لا، أنت ارتقي عن كل ذلك. يا سلام. ارتقي عن مساحات الماديات هذه وارتبط بقيمة. هذه المسألة، هذه القيمة مكتسبة من إيه؟ مكتسبة من الحق جل جلاله. سبحان. هو أنه والله موضوع الحب وموضوع النسبة وموضوع الانتساب وموضوع الولاء وموضوع كذا ما مرتبط بأنه والله بجغرافيا بعينها، بقوم بعينهم، لا، ما مرتبطة بذلك. أنت بالنسبة لك مرتبطة بقيمة الحق اللي هو الله تبارك وتعالى والقيم الصادرة عنه. جميل. قيمة الحق وقيمة الخير وقيمة الجمال وفق ما نزل بها كتاب الله سبحانه. فالنقطة الأولى حتى نحن نحاول شبابنا نخليهم والله يرتقوا إلى ما تكلمت عنه، أول شيء لابد أن تتصدر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بما معها من، أنا أسميه إمامة الوحي، اللي هو يتصدر الوحي. نعم. بحيث تصدر كل حركاتنا عن هذا الوحي المنزل من الله. يا سلام. تتجرد حينها عن كل هوى ما سوى ذلك. يعني أنت تابع للهوى وليس أنت تابع للهدى وليس للهوى، مش كده؟ هذا الهدى المنزل من الله الذي سماه الله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله قال بالهدى ودين الحق. نعم. فأنت مرتبط بدين الحق ومرتبط بهدايات الحق وبهدايات الكتاب، فتدور معها. يا سلام. هذه النقطة الأولى، وبالتالي تخرج مباشرة من أي حالة دون ذلك. بعض الذين يكتبون أحيانا تسمع يقول لك والله هذه شخصية دون الوطنية، وهو في اللحظة الذي يصفك بأنك دون الوطني أنت شخصية عالمية. في حقيقة الأمر أنت شخص أممي، ومرتبطة فكرة الأممية عندك بقيمة أيضا ليست عنصرية. فأنا مثلا لما أقول أنا منتسب إلى أمة الإسلام، فكل من يدخل في أمة الإسلام من كل الأجناس بالنسبة لي عندي له ولاء وعندي له محبة وعندي له كذا، ومرتبطة بقيم وليس بعنصر. لاحظ، مرتبطة يعني الأمريكي الذي يدخل في الإسلام فهو أخي، الأوروبي الذي يدخل في الإسلام، الأسترالي، الصيني، كل اليهود والنصارى الذين يهتدون ويدخل، كل هؤلاء بعيدا عن أي حالة شخصية أنت لك معهم إيه؟ ولا بقيمة الرسالة. فهذه أولا لا بد نحن عندما نتكلم إذا أردنا لشبابنا أن يفكروا بمنطق صحيح، أنت لا تستطيع أن تخرج من الحالة العنصرية ما دمت أصلا تفكر بالمنطق إيه؟ المنطق المادي المغلق. فأنت تحب فقط الجغرافيا
الوطنية. أنت تحب داخل الجغرافيا الوطنية أيضا جغرافيا أخرى، جغرافيا الإقليمية. داخل الجغرافيا الإقليمية تحب أبناء مدينتك فقط، داخل كده. كل هذا في سياق الحب الفطري لا حرج. لكن أن يتحول هنا الولاء والبراء وفق هذه الحالة بحيث تحبهم بكل ما فيهم من إشكالات، حتى لو كان أحدهم أجرم خلق الله ما دام ابن الوطن فهو عندك مقرب، وأبناء ابن الوطن الثاني ما دام ولو كان وليا من أولياء الله عندك لا يعني شيء. هنا نشأت العصبية الجاهلية، نشأت العصبية الجاهلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. هنا لما نقول والى في الله بمعنى أنك والله تحب كل صاحب خير على وجه هذه البسيطة، تحب كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسعى في الأمة بالخير، تحبه. هؤلاء لهم حق المحبة وحق الولاء وحق النصرة وحق التأييد وحق الدعاء لهم في ظهر الغيب، وأن تسرهم بالدعوات، هذا لهم الحق. هذا كله سبحان الله ينتج نتيجة هذا الوضع. فتصور عندما يكون في شاب والله يربى على هذا البعد أنه يحب كل من انتسب إلى دين الإسلام، لا يمكن أن يبغض جواره وأخوه داخل البلد وابن مدينته بس لأنه من قبيلة أخرى. لا يمكن أن يشاء. ولكن للأسف الشديد كما قلت لك لما تشخصن الأمور، الشخصانية لا تنتهي، الأنانية لا تنتهي، تبدأ بالأنا الوطنية وتنتهي بالأنا الخاصة. لكن أنت لما تحاول أن تقول إنه والله أنت بالنسبة لك، كثير من الناس أنا حقيقة أحيانا أقول لما يقول والله أنا إنساني، هو حقيقة بكلمة إنساني يريد أن يتجاوز الحالة الحالة الضيقة، لكنه تجد عند الممارسة هو ليس إنسانيا، هو أناني جدا. لأن الحالة الإنسانية هي حالة قيمية، والإنسانية الحقة هي التي ترتبط بقيم الحق. يعني ما ترمي لي كلام إنه والله مطلق الإنسانية أنت تحب، لا، ما هنالك إنسانية أشرار، هنالك إنسانية قائمة على الباطل، هنالك إنسانية عنصرية. هذا الذي يقتل اليوم مثلا في الشعب الفلسطيني ويفعل فيهم الأفاعيل ويدمر في أفغانستان ويفعل في أفريقيا، هل هذا النوع من الناس بس لأنهم بشر ولأنهم ناس ستحبهم؟ القرآن يقول لك لا، أنت يجب أن تحب من ارتبط بالحق والعدل والخير، وتنفصل عن من ارتبط بالباطل والشر والظلم. نعم. تفك الارتباط عن هؤلاء وترتبط بهؤلاء. هذه طبيعة الدين على كل الذي بعثت به الرسالات وجاء به الأنبياء. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأقام كما يقولون سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، في سبيل أن يكون هنالك من يدعو إلى الله ويرحم خلق الله، وهنالك من يدعو إلى غير الله والتمرد على الله والإلحاد والصد عن سبيل الله وظلم العباد والتعالي عليهم وأكل أموالهم وهكذا. فأنت تحب هؤلاء وتبغض هؤلاء. تبغض هؤلاء لعملهم، ليس حالة عنصرية، تبغضهم وإني لعملكم من القالين، مش كده؟ لوط عليه السلام لما أراد أن يعني لقومه أن يظهر لهم الكراهية والبغضاء شخصها أن أنا أكره ما تفعلون، أكره أعمالكم، لا أكره ذواتك أنت مجرد ما تتحول من الشر إلى الخير أحبك مباشرة. فالمسألة مرتبطة بالقيم وليست مرتبطة بشيء آخر. نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. حقيقة يعني الحديث شيق ويمضي بنا إلى منحى لعل من المفيد أن نقف عليه ونشير حقيقة إلى يعني دعائم هذه المحبة وهذه الأخوة. لا شك أن يعني حقيقة لها مرتكزات ولها يعني ليست يعني هكذا يعني دعوة من غير يعني أفعال، فحتى تؤتي ثمارها وأكلها. وكما نعرف يعني في القول إن المحب لمن يحب مطيعه، يعني هذه المحبة ماذا تستلزم حتى تكون محبة حقيقية صادقة نعيشها في حياتنا اليوم. بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير. أول لوازم هذه المحبة الشعور بالإخاء. يا سلام. يعني لاحظ الآن لما أنا أقول والله هذا أخي في النسب، أليس لي مباشرة بمجرد الإخاء، مجرد أنه أخي، أشعر تجاهه بمنظومة حقوق؟ أكيد. أحب له الخير، أحب له أن يسعد، لا أحب له الشقاء، أليس كذلك؟ فأنت أول قضية مجرد ما أنك والله أردت أن تنتسب إلى الحب لأهل الإيمان أن تشعر بالإخاء. يا سلام. هذه مسألة مهمة. نعم. النقطة الثانية، هنالك منظومة حقوق لابد أن تقوم بها. يا سلام. نعم.
ما دام هذا أخ، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك والله حق المسلم على المسلم نعم 6، مش كده؟ مثلا إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس شمت. فشمته، وإذا مرض حلو. فعده. فبين لك منظومة حقوق. نعم مجموعة. وإذا غاب تتفقده، وكل هذه القضايا لها علاقة بمنظومة الإخاء. جميل. أيضا إذا تعرض لمظلمة تنصره، يا سلام. يعني لا يمكن لجهة من الجهات وهو من أهل الإيمان، بل أنا أقول بأن موضوع النصرة للمظلومين لا تتوقف على أهل الإسلام. يا سلام. الشريعة جاءت لتقول لك أي مظلوم ينصر، الله. لكن خصت أهل الإيمان على وجه الوجوب، على وجه أنك تبذل الدماء في سبيل أن ينصر هذا المؤمن. سبحان الله. فالنصرة لا يمكن لأهل الإسلام أن يقولوا نحن نحب بعضنا البعض وننتسب لديانة واحدة ولرسالة واحدة ولا يستطيع أحدهم أن ينصر الآخر. نصر أخاك ظالما. أكبر خلل تعيشه الأمة الآن هو مفهوم الولاء المرتبط بالنصرة، سبحان الله. وسماه الله فتنة. يعني هذا النوع، يعني الله تبارك وتعالى قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعضهم أولياء، قال إلا تفعلوه، أي إن لم يحصل الموالاة الموجبة للنصرة فيما بينكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بالله أي فتنة أعظم من أن يحاصر شعب محيطه إسلامي وتحيط به جيوش منتسبة إلى أهل الإسلام وحكام منتسبين إلى الإسلام ويباد من ملل الكفر ولا نستطيع أن نفعل شيء. وسبحان الله الحجة كل واحد شايف نفسه إيه؟ مسؤول عن وطن معين. سبحان الله. فالمصري هو مصري، نعم. والجيش المصري هو جيش مصري، والجيش الأردني هو جيش أردني، والجيش السوري هو جيش سوري، وهكذا. هذه الأنا هذه الحالة، هذا النوع الذي دمر الولاء حتى القومي. سبحان الله. يعني سقط. قبل 50-60 سنة كان العرب يتشبثون بالولاء القومي. لاحظ لما قلت لك بأن الولاءات المادية تتلاشى، سبحان الله. وأنا على يقين بأن هؤلاء الذين فشلوا في نصرة إخوانهم في غزة أفشل من أن ينصروا شعوبهم، أفشل. لا يستطيع، لأن هذا الذي خشي من نصرة إخوانه وتبرأ عنهم وبدأ ينظر إليهم، بل والعياذ بالله قد يتآمر عليهم، هذا سيكون أكثر تآمرا على شعبه في سبيل بقاء كرسيه. لكنه هنا خلينا نقول تحطم إيه؟ تحطم موضوع الولاء والنصرة. فعندنا قضية الأخوة، وعندنا حقوق المسلم، وعندنا موضوع النصر. مش كده؟ هنالك أيضا أشياء أشارت إليها عدد من النصوص، اللي هي موضوع التزاور، والمسلم يزور المسلم والمسلم يتفقد المسلم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كان في من كان قبل رجل يتحرك من قرية إلى قرية يزور أخا له، فبعث الله له ملكا. قال إلى أين؟ قال ذاهب إلى تلك القرية. قال ما لك فيها؟ قال لي أخ. لي أخ. قال هل لك معه أي شيء متعلق بالله؟ قال لا، ولكني أحبه في الله. قال فالله قد بعث أنه يحبك بحبك لأخيك. فلاحظ كيف أن هذه المعاني العظيمة، أن شخص والله يزور شخص آخر بس لأن أخوه في الله، لا يربطه نسب ولا تربطه تجارة ولا تربطه مصلحة. هنا طبعا هذا النوع من المنظور القيمي، هذا الذي نتكلم عنه، يحطم مسألة مهمة جدا. خلينا نقول يحطم قضية مهمة. ما هي مصلحتي في ذلك؟ أول سؤال، كثير من الناس تقول لي افعل كذا، يقول لك ما هي مصلحتي في ذلك؟ الأخوة في الله تتلاشى مع هذه المسألة. مصلحتك أنك تحب هذا لأنك ترجو بحبك وجه الله، ترجو بالتقرب وجه الله، ترجو بالنصرة وجه الله. فأنت سبحان الله لا تتعامل بالبزنس الدنيوي، يعني أنت مش تتعامل بمعنى تجاري دنيوي، لا، أنت تتعامل بمنظور آخر تماما، منظور القيم، فهنا لا بد أن نعزز إن شاء الله هذا الجانب. فإذا عندنا موضوع النصرة، عندنا موضوع التزاور، عندنا موضوع التراحم ويتراحمون، عندنا موضوع الدعاء، فالمسلم يدعو لأخيه عن ظهر الغيب. عندنا مسألة أيضا كان دائما مشايخنا جزاهم الله خير ينبهوننا عليها، وهو أن تشعر بالحب الخاص وإرادة الخير لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول استشعروا في ذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما يعني أي شخص انتسب إلى هذه الأمة، وهنا طبعا أيضا يتحطم معنا الأخوة المنهجية والأخوة المذهبية والأخوة الطرقية.
كثير من الناس يحب أهل حزبه، يحب أهل مذهبه، يحب أهل منهجه. لا، الموضوع هذا تحديدا مرتبط بالإسلام. فمتى ما ثبت لشخص مع عقد الإسلام وجبت محبته ابتداء، يا سلام. وجبت محبته، ووجبت نصرته، ووجب الدعاء له، ووجب إرادة الخير له، ووجب أن تحميه من كل ما يمكن أن يؤذيه ويعكر عليه صفوه. كل ذلك بمجرد أن ثبت له عقد عقد الإسلام. وهذا العقد لا يمكن أن ينفرط أو يتلاشى إلا إذا فقد الشخص هذا العقد. فبعض الناس سبحان الله تجده يحب جدا أهل طائفته وأهل حزبه، وتجده لا يولي بالا للجماعة الأخرى التي فيها أولياء وأصفياء لله. تجد هذا داخل الحزب الظالمين لأنفسهم عنده محبوبين، وتجد في الطائفة الأخرى السابقين بالخيرات ليسوا محبوبين ولا يربط معهم خطوط تواصل. نحن في إطار الحديث عن الحب في الله تبارك وتعالى لا بد أن نستحضر هذا المعنى. فأنا مثلا أنتسب إلى طائفة، ما في حرج، خليني أنتسب إلى طائفة أنتسب، لكن لا بد أن تفرق بين وأنت تتكلم عن المحبة في الله والولاء لله تبارك وتعالى في أن يكون من هو من أهل المعصية في حزبك أقرب إليك من أهل الطاعة في الحزب الآخر. هذا طبعا مذموم وعصبية جاهلية ولا علاقة له بما نتكلم فيه. فعلى كل هذه القضايا كلها إذا قمت بها، قمت بالإخاء، قمت بالتناصر، قمت بالمحبة، قمت بالدعاء لهم في ظهر الغيب. لاحظ لماذا نحن دائما ندعو حتى لأموات المسلمين بناء على هذا الحب. يا سلام. نحبهم فندعو لهم، نحبهم فنقلق عليهم، نرى أنهم انتقلوا إلى دار هم بحاجة فيها إلى دعائنا. يا سلام. لكن الدافع إيش هو؟ الدافع الحب والرحمة. يا سلام. الدافع هو الحب والرحمة. أيضا الكفار نسعى إلى الرحمة بهم، تجعلنا نسعى لهدايته ونبذل الأرواح والمهج في سبيل الوصول إليه، وكسر الطوق الذي يضربه الطقاة في أن لا تصل رسالة الله. ألو ما نسميه نحن بالجهاد في الشريعة الإسلامية، الجهاد أساسه إيش؟ أساسه الرحمة على خلق الله الذين لم تصلهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الحاملة لكتاب الله لأن تصل إلى عباد الله. فتجد المسلم في سبيل أن يصل ما وراء البحار حبا لما؟ حبا لأن تصل رسالة الله لخلق الله. فهذه كلها سبحان الله تنتقل هذا المعنى لأن يكون إرادة الخير للبشرية جميعا، حب الخير للبشرية جميعا، حب أن تصل رسالة الله للبشرية، كل ذلك مما يدخل في حبنا لله عز وجل. بارك الله فيكم حقيقة على هذا الحديث الشيق الطيب. لعله شيخنا أن نختم بجانب يعني حقيقة فيه أهمية، وهو أن هذه المحبة الحقيقة تخلق في المجتمع يعني لحمة، وتخلق في المجتمع الأخوي تفقد. ولعلكم يعني حقيقة تشيرون وتذكرون يعني ما كان بين أبو الدرداء أظن وأحد أخيه من الصحابة، وكيف أن امرأته يعني حتى اضطرت إلى أن تشكو الرسول حال يمكن إغفال بعد الجواب. يعني في جوانب حقيقة اجتماعية، في جوانب حقيقة قضاء الحاجات، هذه الأخوة متى ما تحققت مش اجتماعيا تحدث من القوة ومن الترابط. نريد هذا الأمر السامي إن شاء الله يعني نجعله ختام لقائنا هذا. بارك الله فيكم. هو حقيقة موضوع الحب في الله والأخوة في الله هو أيضا مقامات ودرجات ليسوا سواء يعني. نعم. فمثلا السلف رضوان الله عليهم بلغوا من الحب والعلاقة القوية لدرجة أن الواحد كان يقول ليس أخي من يستأذنني في أن يأخذ شيئا من مالي دون إذني. يعني هو شايف إذا بلغ مستوى من العناية يعني اللي في جيبي هو في جيبك. هذه طبعا صعبة اليوم في الزمن ده. حد يقول ما حد يقول لك والله يا أخي الجزلان حقه جزلانك. لاحظ، فلما كنا نقرأ سبحان الله ونحن شباب منهاج القاصدين وكنا نقف على هذه المعاني العظيمة، كان الصحيح ما نستطيع نقول نبلغ هذا المستوى، لكن كنا نشعر بأن والله مقصرين تجاه إخواننا الذين يربطنا بهم الإسلام والأخوة والجهاد وكذا، تشعر به. فهذا الجانب شعورك بأنه والله أنت وصل أمر الأخوة لأن تشعر بأن ما في يدك هو في يد أخيك، وبالتالي تنفق عليه وتتصدق عليه وتبذل. ما هو قال المتباذلين في المتزاورين في المتآخين في. فهذه كلها
تأتي على كل من هذا الباب. أيضا مسألة إنه والله أنت لما تصل إلى هذا النوع من الحب بتنشأ قضية إرادة الخير. يا سلام. فاليوم مثلا نحن في مجتمع الإريتري يجب أن نصل إلى هذا المستوى اللي هو والله نحن نريد الخير لبعضنا، نسعى في الخير لبعضنا، نسعى إلى قواعد حوائجنا. وهنا تأتي سبحان الله المستويات الجهرية والسرية. فهنالك مستويات جهرية، أن تتفاعل مع المرضى، وأن تتفاعل مع الأسرى، وأن تتفاعل مع المسافرين، وأن تتفاعل مع كل من هو صاحب حاجة أنت تتفاعل. لكن ليس بلازم والله أن يكون ذلك جهرا. فهنالك أصحاب الخفايا الذين والله لا يظهرون أعمالهم ولكنهم يتفقدون الأرامل، يتفقدون المطلقات، يتفقدون الأيتام، يتفقدون حفظة القرآن الكريم، يتفقدون الأسرى، يتفقدون المعتقلين. وكل ذلك نابع من إيه؟ سبحان الله، نابع من الفكرة المركزية، أخوة في الله، محبة في الله، نصرة، توالي، هكذا. ولا يخفاكم مجتمعنا مجتمع يعني لا يبدي حوائجه. أحسنت. فهنا نحن فعلا عندنا مشكلة كبيرة جدا، والله فعلا كثير من الناس لا يقولون أنا محتاج. فكيف تتلمس؟ نعم. وغالبهم كما تفضلت، غالب مجتمعنا هو من النوع الذي لا يظهرون حوائجهم، يدفن حوائجه إلى درجة قاتلة. نعم. اللي هو الآية إيش قال، اللي هو في آية البقرة، لا يسألون الناس إلحافا. نعم. مش كده؟ لا يسألون الناس. فهو تعرفهم بسيماهم فقط، أنت تستطيع أن تتلمس الأحوال وكذا. وهذا طبعا تأتي إلى ذوي القربى، الناس المتجاورين، الناس المتقاربين، محتكين ببعضهم البعض. هؤلاء عليهم أن يتعرفوا على ما يجري في ده. فكما تفضلت مثلا كان المجتمع المسلم متماسك مترابط. يعني زوجة أبو ذر اشتكت لسلمان، لم تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، هي أصلا اشتكت لسلمان صاحب أبو ذر. سبحان الله. فسلمان لما اشتكت إليه جاء وبدأ ينام مع أبو ذر وشاف أحواله. شوف حكايته إيه؟ إيش أنت؟ فلقاه ما شاء الله من قولة بسم الله مع الساعة 10 كده بيقوم لقيام الليل، ويقول له نم. لاحظ. ففي النهاية اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صوبه: إن لربك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولنفسك عليك، هذه كلها حقوق، فأعطي كل ذي حق حقه. فهنا لاحظ هذا أمر خاص. لكن هذه المرأة لما أدركت أن بين سلمان وبين أبو ذر من الحب ما تستطيع أن تشكو به مشكلتها، اشتكت إلى سلمان، فشكى سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجتمع سبحان الله كان حريص إلى هذه الدرجة، يعني يتلمس كان أوضاعهم. ولعل سبحان الله ما يجعلنا أيضا نقف مع حديث عمر رضي الله عنه، كان يتناوب مع أخ له من الأنصار، يحضر مرة هو مع النبي ومرة. فهذا الأخ الأنصاري حكى للنبي، قال له اليوم وقعت مشكلة كبيرة. فقال ماذا حصل؟ هل هجم الفرس على مدينتي؟ قال الأمر أكبر من ذلك. فعمر خلع، ايش الحاصل؟ فقال طلق النبي أزواجه. لاحظ هذا الصحابي عنده فكرة أن النبي يطلق أصحابه، هذا عنده أعظم من إيه؟ من أن والله العدو يهاجم، لأنه هذه البنية الداخلية، هذا التماسك الداخلي، هذا الترابط. يعني العدوان الخارجي لن يؤثر علينا إلا إذا تفككت بنيتنا الداخلية. ونحن اليوم بحاجة إلى هذا المعنى، أن والله الخارج ليس هو المؤثر، ليس لأن والله الظلم من أبناء جلد، من أبناء شعبنا، من غير أهل ملتنا هم والله أكثر ذكاء أو أكثر قدرة أو أكثر، لا، الأمر ليس كذا. ولكن هنالك ثقوب وثغرات استطاع أن يدخل بها ويحاول أن يجعل بيننا بين أبناء مرتفعات وأبناء منخفضات وأبناء بركة وأبناء القاش وأبناء الساحل وأبناء سمهر وأبناء كذا. تحولت القضية إلى إيه؟ نحن تحزبنا وتأقلمنا، يعني صرنا أبناء أقاليم، وتقبلنا صرنا أبناء قبائل. هذه الإشكالية الكبيرة جدا. لكن خلينا الآن نقول والله عودوا إلى أصلكم، إنما المؤمنون إخوة، فتحابوا فيما بينكم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. فنحن على كل محتاجين إن شاء الله إلى إحياء قيم الدين وقيم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ دكتور حسن ما تفضلتم به، ونشكر للمشاهدين استماعهم وإنصاتهم. هذا الموضوع الحيوي أيها المستمعون والمشاهدون الكرام والمشاهدات حقيقة يحقق هذا المعنى السامي للأخوة الإسلامية، للحب في الله، هذا المعنى الذي
حقيقة يجعل منا أمة يعني متحابة حبا يعني في الله، يحقق هذه المعاني السامية، هذا الإسلام العظيم الذي يعني يربطنا ويجعل مننا أمة مباركة، أمة قوية، أمة تتكسر أمامها يعني كل سهام الأعداء، لتكون بإذن الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، موضوع من موضوعات الإيمان والتربية. نستودعكم الله عز وجل إلى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.